4 مسؤوليات تقال قوي، وخصوصا السنة دي حقيقي كل مسؤولية فيهم قد كده، تقيلة بمعنى تقيلة. ده ليه؟ هو الصايم ده يعني بيتركب له معدة جديدة في رمضان ما ينفعش تنزل فيها الا لحمة وكفتة وفراخ وكبدة انت حضرتك ارهقتي ميزانيتك فوق طاقتها. مين فينا ست بيت ما تتمناش تملى بيتها خير؟ لكن الميزانية مش هتساعدني على حاجة زي كده. الله يعين الرجالة في الشارع، والله العظيم الله يعينهم على التحدي اللي بيواجهوه، على البيوت اللي لازم يستروها، على المسؤوليات اللي لازم يسدوها. تعالوا بقى ندخل على ميزانية شهر رمضان. وهنا انا هقول لكم تركة حلوة قوي هتعملوها في شهر رمضان، هتجدد معاكم السفرة بتاعتي، هتبقوا بتاكلوا اكل مختلف جدا في شهر رمضان. يا اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب ايام كلها خير وبركة وستر من رب العالمين. فيديو النهاردة باذن الله هتكلم فيه عن ازاي نوفر في ميزانية رمضان ان شاء الله. عايزة اقول لكم ان انا محضرة للفيديو ده كويس قوي، وبعد ما تسمعوا الفيديو ده حقيقي مش هتكونوا محتاجين تسمعوا اي فيديوهات تاني عن التوفير في شهر رمضان، لاننا هنتكلم في كل تفصيلة، يعني مش هسيب لكم جانب مش هنتكلم فيه. فيلا بينا ندخل على الموضوع بتاعنا على طول مع كوباية شاي معصومة ونقول بسم الله. اهلا بيكم. اول حاجة عايزة اتكلم فيها معاكم النهاردة اننا نسأل نفسنا يعني ايه توفير. بكل بساطة كده توفير يعني ارتب اولوياتي. ارتب اولوياتي هقدر اوفر. كل الموضوع عايزة ارتب دماغي، كل واحدة كده تقعد مع نفسها وتقعد مع دماغها وتبتدي تفكر في اولوياتها. اول حاجة لازم اعتبر شهر رمضان شهر عادي، رغم ان هو مش عادي. وايه اللي مش عادي فيه؟ وايه اللي خلى شهر رمضان مش عادي؟ العبادة، القرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر مش عادي. انا بتكلم في عادي من ناحية الاكل والشرب واليميش والحاجات الجميلة والكنافة والقطايف، وشهر مش عادي في سكة تانية خالص. مش عايزينه نخليه مش عادي عشان هو مليان كنافة وقطايف. مش اني افضل واقفة في المطبخ 24 ساعة بعمل في اكل وفي شرب. هتقولي لي يعني حضرتك بتقولي لي ما اكلش ولا اشرب ما ابسطش ولادي خالص؟ ده مش معنى كلامي. اعملي اكل وانبسطي واملي السفرة بخيرات ربنا طالما ربنا مقدرك ومعاكي تسدي. ان مقابل المطبخ في عبادة، بس تعالي نرتب مطبخنا برضو ودنيتنا في المطبخ، بحيث ان انا ما اقفش من ساعه ما اصحى من النوم لغايه اذان المغرب وبعد ما افطر انام مكاني وتروح عليا التراويح وشويه القران. لا، ده برضو مش الهدف. يبقى انا كده اولوياتي اتلخبطت. اما بلخبط اولوياتي الدنيا كلها بتتلخبط. الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها مأثره علينا كلنا. تمام. تعالوا برضو نرتب اولويات شهر رمضان. قلنا العباده، بعد كده الاكل والشرب، صح؟ تمام جدا. والاكل ده احنا بنتكلم في اسعار يعني ربنا يرحمنا برحمته، من اول ازازه الزيت لكيس السكر لكيلو اللحمه لكيلو البانيه، الدنيا كلها راحت في داهيه. عندك ايه اولويه تاني في شهر رمضان؟ لبس العيد. ولادك اللي ملهمش ذنب، اللي عايزين يفرحوا زيهم زي اصحابهم لو هم صغيرين، انا بتكلم على الاطفال الصغير. الكبار دول بقوا يفهموا، المفروض يعني انهم بيفهموا وعارفين الظروف وشايفين الدنيا، فما نتكلم معاهم كده راجل لراجل المفروض ان هم يقدروا. ادي فيه ميزانيه تاني. تالت ميزانيه كحك العيد. وحضرتك مش هتاكلي كحك؟ ما هو برضو العيد ما يمشيش من غير كحك الصراحه. اصبح يا ستي اولوياتنا ميزانيه البيت. ان كنتي نفسك او متعوده انك في العيد بتجيبي اي حاجه جديده، في ناس كده عندها عاده ان انا في العيد لازم اجيب حاجه جديده، اي حاجه، مفرش سرير، حافظه سجاده، ملايه جديده. 4 مسؤوليات تقال قوي، وخصوصا السنة دي حقيقي كل مسؤولية فيهم قد كده، تقيلة بمعنى تقيلة. الله يعين الرجالة في الشارع، والله العظيم الله يعينهم على التحدي اللي بيواجهوه، على البيوت اللي لازم يستروها، على المسؤوليات اللي لازم يسدوها. دورنا احنا ايه هنا؟ ان احنا نوازن الامور. اول حاجة مش لازم كل يوم يبقى عبارة عن لحمة وفراخ وبانيه وصواني وصينية رقاق باللحمة المفرومة وبفتيك محمر. انت محتاجة ولا 15,000 جنيه علشان تقضي بس ميزانية واحدة او مسؤولية واحدة من اللي عليك، عشان بس تاكلي كل يوم لحمة وفراخ ونقضوا. الموضوع مش هينفع يمشي كده. طب يمشي ازاي؟ اول يوم طبعا كلنا
بنحتفل والله كريم بنعمل اكل زي الفل. نعمل بقى اصناف كتيره قوي. اول حاجه اعملي كل اللي نفسك فيه بس بحاجات صغيره. لو تعملي صينيه بشاميل اعمليها اصغر صينيه عندك، اعمليها بحيث تخلص على الفطور. تمام، دي اول حاجه. هتعملي مثلا البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، دي اعمل بالعدد، كل واحد بطاطستين. يعني احنا لو 4 افراد 8 بطاطسيات بالظبط، كل واحد ياخد له 2 جنب بقيه الاكل، الدنيا تتظبط. محتاجه امشي بحساب شويه. ليه؟ لان رمضان عباره عن وجبتين، فطار وسحور. الاكل ده مش هيتاكل بالليل، ده يعطش. فايه اللي هيحصل للاكل ده لو انا عامله بزياده بقى ومقفره وعايزه احتفل بقى احتفال جهنمي؟ هيبات لي تاني يوم. واولادنا مستحيل ياكلوا اكل بايت. خلينا بس نكون واقعيين، في عيال ولاد حلال بس الاغلبيه احنا مدلعينهم. احنا ما كناش نعرف الايام الصعبه اللي احنا هنعيشها دي، فكنا مدلعين عيالنا. الاكل يبات افضل اتحايل واسخن في الفرن ويبقوا واكلينه وهو متضررين، وبرده ما بيخلصش في الاخر يفضلوا بقى يقطموكي. انت بتعملي لنا اكل بايت؟ ده احنا صايمين، ما ينفعش الاكل ده، الاكل طعمه وحش. بعيد عنك. يبقى الواحد بياكل اللقمه مش عايزه تتبلع في زوره، حاسس. فانا اعمل ايه؟ مش عايزه احس بالذنب، اعمل شويات صغيره وبالعدد. اعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه، اصغر صينيه عندي بايرك ولا صينيه المونيا ولا تيفال، يا دوب كل واحد خرطه، ابقى حاسباها كده. حسبيها، محتاجه تتحسب. كيلو اللحمه المفرومه بكام؟ كوبايه اللبن اللي هتحطيها على الجلاش بكام؟ البيضه اللي هتكسريها بكام؟ لا يا جماعه حرام. اما انت ترمي قطعه جلاش بلحمه مفرومه، انت ربنا يحاسب. فاحنا اتفقنا يا ستي، انت بات منك اكل سخنيه في الفرن او الميكرويف، وبعديه تاني يوم افطار للمسجد. في حد تاني بالنسبه له الاكل ده يبقى عظمه قوي، حاجه زي الفل. فاحنا اول اولويه بالنسبه لنا ما نرميش اكل. قبل الشهر ما يهل عليا كده انزل اجيب 10 اطباق فويل او 15 طبق فويل، ومثلا يوم في الاسبوع ولا يومين بات معايا اكل، اروح مغلفاه بطريقه كويسه ومسميه عليه كده اللهم احسن ما بين يدي، وتغطيه وتوديه. هيروح للي مكتوبه له اللقمه دي ياكلها، والثواب وقع في ميزان حسنات. يبقى انا محتاجه يوم امشي عدس، يوم امشي كشري، يوم امشي اكل شعبي، يوم امشي بصاره. انا معرفش مين اللي اخترع وقال لك ما ينفعش الصايم ياكل بصاره. ده ليه ان شاء الله؟ ده ليه؟ هو الصايم ده يعني بيتركب له معده جديده في رمضان ما ينفعش تنزل فيها الا لحمه وكفته وفراخ؟ وصدقوني الواحد لما بيبقى صايم بيبقى هيموت على كوبايه عصير، هيموت على كوبايه ميه، بق ميه بس. ومجرد اما المغرب اذن واحد شرب كوبايه ميه ولا كوبايه بلح ولا كوبايه عصير، تحس ان هو بطنه انا مش عايزه اكل. يعني ما اكلتش ما عنديش مشكله، يعني يا دوبك شويه الميه شويه العصير وحمدت ربنا، حلو قوي. فمساله ان الاكل بقى ارمي في صواني اللي على السفره واحط في اطباق واعمل في اطباق، حرام. ده بذخ وسفه وعدم تقدير للنعمه. انا عارفه الظروف ماشيه حواليا والدنيا ماشيه حواليا ازاي، فحاول امشي الدنيا كمان في بيتي. ليه؟ عشان يتبقى من ميزانيه حضرتك حاجه تجيبي منها الحاجه اللي نفسك فيه. انت عايزه سجاده او حافظه او حته ستاره، لازم تلمي الدنيا عشان تعرفي تجيبي اللي نفسك فيه. مش معقول اكل لحمه وفراخ طول الشهر واعمل في صواني وانزل اجيب السجاده والحافظه بتاعتي واستلف عشان اجيب لبس عيالي واستلف عشان اجيب الكحك. انت حضرتك ارهقتي ميزانيتك فوق طاقتها. مع اني شايفه شهر رمضان اساسا فصل التوفير اساسا، يعني هو شهر بيساعدنا على اننا نوفر. ليه بقى حضرتك؟ هما وجبتين 2. مفيش عيل الصبح بيقول لك عايزه افطر وعايزه اتغدى وعايزه اتعشى، لا، ده حضرتك بتفطر وبتتسحر، والسحور معروف. تعالوا بقى ندخل على ميزانيه شهر رمضان. وهنا انا هقول لكم تركه حلوه قوي هتعملوها في شهر رمضان، هتجدد معاكم السفره بتاعتي. هتبقوا بتاكلوا اكل مختلف جدا في شهر رمضان، يعني هنحس بالاحتفال والجو الحلو ده اللي احنا كلنا بنسعى له عشان نبسط ولادنا، عشان ابسط جوزي، عشان نتلم كده حوالين السفره بتاعتنا نبقى مبسوطين وبناكل اكله بشهيه. تعالى اقول لك انا بعمل ايه، وحضرتك برضو لو لقيتي اي حاجه من اللي انا بكلمها تفيدك يا ريت تعمليها، هتحسي فعلا بالتغيير وهيبقى اضافه جميله جدا ليكي. تعالي نبدا. انا اول لما امسك المرتب بتاعي هجيب ورقه واكتب فيها انا استهلاكي ايه في الشهر. وليكن انا بنزل اجيب 3 كيلو لحمه سليمه، انا بنزل اجيب 2 كيلو بانيه، انا بنزل اجيب 2 كيلو مفروم. طيب على اعتبار ان اللحمه ب 350 جنيه، حضرتك كده بتجيبي 5 كيلو لحمه. اضربي ال 350 في 3 كيلو لحمه او في 4 كيلو لحمه على حسب استهلاك، هيطلع معاكي رقم. الرقم ده ممكن يكون مثلا عامل 1500 جنيه مثلا، انا بضرب رقم اهو. يعني فين بقى التركايه ست سومه؟ انا جايه لك اهو في الكلام، استني عليا ثانيه واحده بس. من باب بقى التجديد اللي انا عايزه اجدده في شهر رمضان، والسفره المختلفه اللي انا عايزه اعملها لاولادي، واطلع على الجزار، اديني لو سمحت كيلو لحمه سليمه، اديني لو سمحت كيلو كبده، اديني لو سمحت كيلو سجق، اديني لو سمحت
اجيب لي كيلو بفتيك، اروح عند بتاع الفراخ اديني لو سمحت كيلو بانيه، لو انتوا بتحبوا الممبار اطلعوا على الجزار اديني لو سمحت كيلو ممبار. اصبح كل المشتريات اللي انا اشتريتها دي هي بنفس سعر الميزانية بتاعت اللحمة اللي انا بصرفها كل شهر. انا بس غيرت محتويات الميزانية، خليتها حاجات متنوعة اكتر. وابتدي اروح البيت، لو انتوا عددكم اكبر هاتي كيلو ونص كبدة واقسميه كيلو الا ربع وكيلو الا ربع. اللحمة المفرومة زي ما احنا اتفقنا هنقسمها كل كيس 200 جرام او كل كيس 250 جرام، يعني ربع كيلو لحمة مفرومة. يعني ربع كيلو ده ينفع صينية مكرونة بشاميل، ينفع صينية جلاش باللحمة المفرومة، ينفع اعمله على طبيخ واعمل جنب الطبيخ ده رز. اجيب الربع كيلو دول اقطع عليهم بصل وطماطم وقرن فلفل حراق واحبشه كده بالتوابل واحمر جنبيه شويه بطاطس واعمل طبق بابا غنوج وطبق سلطه الطحينه ونقعد نفطر. والله اكله ما في اجمل من كده. هنا بقى انت جددتي، مش هياكلوا الاكل العادي اللي هو طبيخ يقعد يومين ورز جنبيه وكله بالعافيه، لا انا كل يوم اعمل لهم صف. شفتي بقى بمجرد تفكيره بسيطه كده الدنيا اتغيرت وشكل السفره بتاعك. حضرتك احنا محتاجين نستعد لشهر رمضان بحاجات كده نستر بيتنا. ايه الحاجات المهمه اللي انا ممكن تمشي بيتي خلال شهر رمضان؟ من اهم الحاجات اللي انا اعتمدتها من قبل شهر رمضان من ساعه الغلا ده اني بقيت ادور على البدايل. يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش بشتري الا المكرونه الاكياس، دلوقتي انا بدلتها بالمكرونه السايبه. هتقولي فرقها مش بسيط، كيس المكرونه السايبه 300 جرام او 350 جرام، ايه اللي يخليني اعمل كيس 400 جرام؟ ما انا اروح اجيب نص كيلو، هو نص كيلو بالظبط. بدل ما كنت بفتح كيسين عشان اكمل نص كيلو، لا انا بروح اشتري النص كيلو ببركته كده ويمشي معايا اليوم، ما بقاش محتاجه ان انا افتح كيسين. الرز انا كنت بشتري برضو الرز اللي هو المعبأ، بقيت اشتري رز سايب وبقيت اشتري على قد احتياجي بس. يعني انا مثلا مقداري ان انا بعمل مرتين رز في الاسبوع، كل مره نص كيلو، يبقى انا محتاجه ايه؟ 3 كيلو هيمشوا لي الشهر، اجيب 3 كيلو. طب انا هعمل مرتين محشي اجيب 5 كيلو، ابقى حاسباها كده انا بعمل كام مره مكرونه في الشهر، بعمل كام مره صينيه مكرونه بشاميل او صينيه نجريسكو بالورقه والقلم كده. الورقه والقلم عمرها ما بتخيب. اعد كده انا محتاجه 4 تنصاص مكرونه اقلام، انا محتاجه نصين مكرونه اسباجيتي، انا محتاجه نص كيلو مكرونه مقصوصه. يبقى اجيب على قد اللي انا محتاجه بالظبط، ما اجيبش زياده. ما بقى زمن الزياده بقى خلاص. انا بدبق من هنا عشان يفيد حاجه اقفل بيها باب تاني، مش ان انا بدبق واقول لك الحاجه بتغلى طب ما تروحي تشتري في البيت وحطي في البيت ده هيبقى احسن لك. ما هو احسن لي والله. انا بالنسبه لي كل شهر اتمنى انزل اجيب لي كرتونه زيت، اتمنى انزل اجيب لي شكاره رز، اتمنى انزل اجيب لي كرتونه مكرونه. مين فينا ست بيت ما تتمناش تملى بيتها خير؟ لكن الميزانيه مش هتساعدني على حاجه زي كده. انا عندي شهر كله طلبات، ولادي عايزين والبيت عايز وكحك ويميش ولبس وبيجامات يوم الوقفه، فانا بحاول اوفر من هنا عشان اخدم نفسي في حته تانية، علشان احاول قد ما اقدر الم الدنيا معايا. فهمتوا قصدي من الكلام؟ ان انا اجيب احتياجاتي بالظبط. هجيب كيلو دقيق عشان البشاميل اللي هعمله، هجيب نص كيلو نشا عشان قمر الدين اللي هعمله، اظبط السكر عندي ان كنت بجيبه من التومين او اشتري سكر عشان الحاجات الحلوه اللي هعملها في رمضان، بحيث لا انا انزل في الصيام ولا ابعت ابني او بنتي في الصيام يلفوا ويجيبوا لي طلباتي. برضو بالورقه والقلم اكتب كل الكماليات دي. ابص على التوابل عندي في البيت، محتاجه كزبره ناعمه، محتاجه فلفل اسود، محتاجه كمون، محتاجه توابل محشي، محتاجه توابل شاورما عشان اعمل يوم شاورما. تيجي اقضي برضو طلباتي قبل ما يدخل عليا شهر رمضان، بحيث كل حاجه تبقى عندي في البيت سالكه، الدنيا سالكه معايا، يبقى عندي وقت طويل للعباده. ادخل المطبخ بس قبل المغرب بساعتين. برضو قبل شهر رمضان انزل اجيب البطاطس بتاعتي، انزل اجيب الخيار بتاع السحور، انزل اجيب الطماطم بتاعتي، انزل اجيب فلفل رومي وفلفل الوان للسحور، او لو هعمل كبده يبقى عندي الفلفل الرومي بتاعها، انزل اجيب الفلفل الحامي عشان اما اقطع واحدتين كده على الفول بالليل على السحور، انزل اجيب الجبنه الفلاحي بتاعت الاسبوع لو انتوا بتحبوا تسحروا جنب الفول بطبق جبنه فلاحي. حضرتك مهم جدا تجيبي كيلو فول للتدميس، تعمليه يوم الحد بأمرك يا رب، تكوني بلة الفول من يوم السبت بالليل، تقومي الصبح تعلقي عليه، يقعد 3-4 ساعات وتشوفي انت بتوضبيه ازاي، واما يبرد خالص تحطيه في اكياس وفي الفريزر، تقسميه كده على حسب طبق الفول بتاعك. يبقى انا كده دنيتي سالكه. لو بتجيبي البيض بالواحده او بتجيبي كرتونه البيض، هاتي على قد مقدارك وحطيه في التلاجة، هتسلقوا بيض على السحور. لو هتعملي بانيه يبقى البيض بتاعه جاهز. والفيجيتار مهم جدا تجيبي ب 10 جنيه فيجيتار سايب. الفيجيتار تجيبوه سايب يا جماعه، هيديكي كميه حلوه جدا ب 10 جنيه، حطيها في التلاجة بحيث يوم البانيه يبقى عندك الطلبات بتاعته جاهزه. واسيب لك دلوقتي لينك الفيديو مهم جدا عن تنظيم وقتك
واكلك لتوفير الوقت وللعباده في رمضان. هسيب لك اللينك تحت في صندوق الوصف، اتفرجي عليه هيفيدك جدا. احنا لسه بنتكلم في السحور. انزلي هاتي 4-5 اكياس عجينه طعميه وحطيهم في الفريزر، بحيث برضو بالليل ما تنزليش انت مدمسه الفول، عندك عجينه الطعميه، تبقي جايبه بتنجان العروس الاسود ده في الدرج التلاجة، عندك البطاطس محمره، عندك البيض، وتبتدي تنوعي. كل برضو السحور يا جماعه مش كل يوم نعمل نفس السحور، مش كل يوم اعمل بيض وفول وبطاطس وبتنجان، لا كده كتير، حاجه منهم هتفيض وهتترمي. اعملي كل يوم صنفين، طبق الفول اساسي، جنبيه بقى بيض، جنبيه بطاطس محمره، جنبيه حته جبنه فلاحي، او كان الجبنه الفلاحي طبق اساسي معاكي كل يوم في السحور، مع كوبايه الزبادي، ونحمد ربنا على كده، بحيث برضو مشتريات التلاجة تصمد معاكي شويه، مش كل يوم يبقى استنزاف. وحاولي كل طلبات السحور تجيبيها بالاسبوع، تخلص وانت نازله كده من صلاه التراويح تعدي على السوق بتاعك ولا كان الخضري بتاعك وتجيبي طلبات الاسبوع، بحيث انا طول الاسبوع ما انزلش من البيت ولا افتح كيس الفلوس بتاعي، انا عندي طلبات شيء من كفه شيء، مش محتاجه اصرف ولا مليم. الوقت اللي احنا فيه ده يا جماعه مش وقت تهدير نهائي، حاولوا تلموا الدنيا على قد ما تقدروا. كم مرة حضرتك هتعملي محشي في شهر رمضان؟ هتقولي لي 3 4 5 مرات، انا ولادي بيحبوا المحشي قوي، وبالنسبة لي المحشي هيبقى موفر جدا. انا لو عملت حلة محشي جنبيها نص كيلو بانيه هناكل وهنفطر وزي الفل. هقول لك بقى فكرة حلوة جدا انا تملي بعملها. عملت ايه بقى؟ امبارح نزلت اللي هو كان الخميس، اشتريت 10 كيلو طماطم حمرا كده وجميلة، ورحت جاية غسلاهم وضرباهم في الخلاط وحطاهم على البوتاجاز يسبكوا، ورحت جايبة 2 كيلو بصل ضرباهم في الكبة، وعملت تخديعة محشي بال10 كيلو طماطم. رحت محمرة البصلاية نازله عليها بالقوطة، وكنت شاريه ب15 جنيه خضره، مسكتها غسلتها خليتها زي الفل، والخلطه التسبيكه بعد ما خلصت اديتها التوابل بتاعتها، ورحت رمي عليها الخضره المتقطعه، ورحت معبيه التسبيكه دي في اكياس ثلاجه. كل كيس هيعمل لي كيلو رز بالظبط. اصبح دلوقتي انا عندي تقريبا 10 اكياس تسبيكة محشي. هصحى من النوم اعبد ربنا لغاية قبل المغرب بساعتين 3، واقوم اسحب كيس تخديعة من التلاجة، طالعة على نار واطية هتفك، اقلب عليهم كيلو الرز، اقعد اعبي بقى بتنجان وكوسه وفلفل، اقعد اعبي كرنبايه، اجيب لي نص كيلو ورق عنب واعبيه، اطلع بقى جنبه نص كيلو لحمه شوحها، واعمل طبق ملوخيه، حمر جنبيه بانيه، واحمد ربنا. اصبح دلوقتي انا بخدم على نفسي. ليه؟ عشان الاقي وقت للعباده، لان في ناس المحشي ممكن تقوم من صباحيه ربنا تفضل تعمل فيه للمغرب اما يأذن. لا، انا اوفر على نفسي. لو قدرتي حضرتك دلوقتي تنزلي تشتري من الخضر اللي جنبك 5 كيلو طماطم وتعمليهم تسبيكه محشي بالخضره بتاعتها وتشيليها في الفريزر، اعملي كده، يبقى انت بتخدمي نفسك عشان تلاقي. النقطه اللي بعد كده نصيحه ورجاء. النصيحه والرجاء دي بتقولك ايه؟ ارجوكي ما تدخليش اي هايبر ماركت في رمضان. هتقولي لي ليه؟ اقول لك الهايبر ماركت خراب لو دخلتيه في رمضان، والسبب العروض. عاملين لك عروض على كل حاجه، المكرونه عليها عروض، الرز عليه عروض، الزيت على عروض، مش عارفه ايه على. هتخشي تلاقي نفسك صرفتي لك 1000 جنيه كده زي الباشا، وكل الطلبات اللي انت واخداها عروض دي كنت تقدري تصرفي نص الميزانيه دي وتلملمي كل الحاجات دي من اي بقال جنبك ولا اي عطار جنبك. ايه اللي حصل؟ انت دخلتي الهايبر ماركت، مشغلين مزيكا معينه، مشتريات كتيره قدامك عليها عروض تزغلي العين اي بني ادم، كل حاجه شكلها حلو، تخشي جوه تحسي ان انت بيتك محتاج كل الحاجات دي، وتجيبي لي صوصات، وتجيبي لي كاتشب، وتجيبي لي علبه مناديل، وتجيبي حاجات كده. ايه ده؟ انا لو كنت مشيت نفسي من البقال اللي جنبي كنت هلم الليله دي ب 300 جنيه. اللي انا عملته ده رحت صرفت لي 1000 جنيه، طب انا كنت اولى بالباقي. الزبادي ما تجيبوهوش عروض ارجوكي. اللبان اللي جنبك الغلبان الجميل ده انزلي هاتي منه زبادي صابح على عاداتكم. ولو ما بتعرفيش تعملي الزبادي في البيت ما تغامريش وتقولي انا هجرب، عشان التجربه بتاعتك بكيلو لبن. خليني كمان اتكلم معاكي على بند بيرهق ميزانيتنا شويه، بيبقى عايز ميزانيه خاصه ليه، وهو يميش رمضان. يعني عاده وربنا ما يقطع لنا عاده ابدا، لكن طبعا مع ارتفاع الاسعار ده اصبح دلوقتي كل حاجه راحت في داهيه، الاسعار راحت في داهيه، اليميش راح في داهيه، قمر دي راح في داهيه، يعني الحمد لله رب العالمين. فانا حضرتك اعمل ايه؟ اول حاجه ما اعملش مشكله مع جوزي علشان هو مش قادر ينزل يوفي بكافه الطلبات اللي كان بيجيبها كل رمضان. لا، انا لازم اشوف بعيني كده، ابقى حسيسه الدنيا غاليه. انا بقولكيش ما تشتريش، لا، انا عن نفسي بعشق البلح على الفطار. يعني لا تقولي لي بقى صوبيا ولا تقولي لي تمر ولا تقولي لي كل الهيلمان ده، عندي كوبايه البلح كده المبلوله بالدنيا وما فيه، هو ده اللي بيحسسني بان رمضان موجود. فالبلح شيء اساسي انا لازم اشتريه. طيب باقي الحاجات حضرتك ان شاء الله جوزك قالك حضري نفسك كده عشان ربنا يكرمنا ننزل نشتري شويه يميش بس على قدنا،
حضرتك بقى انا محتاجاكي تقعدي مع نفسك كده نص ساعه. السنه اللي فاتت لما جبتي يميش ايه اللي فاض منه معاكي في اخر الشهر؟ كلنا بيفيض مننا يميش، بيفيض مننا بلح. فكنت باجي على اخر رمضان فاضل اسبوع كده على رمضان وحاسه البلح زياده عندي، بروح بعتها المسجد. اقول ايه؟ او بيعملوا بلح للناس اللي بتدخل تصلي وبيكسروا صيامهم على شويه البلح دول. فانا بلحق نفسي. حضرتك لو فاض منك بلح على يوم 25 يبقى مش هتلحقي تخلصيه لغايه يوم 30 رمضان، فتروحي بعتاه على المسجد طوالي لانه بيقعد بيسوس وهيترمي في الزباله. لا انا اخد ثواب. دي اول حاجه. شوفي في متبقي ايه مثلا برضو من السنه اللي فاتت. هل في جوز هند متبقي من السنه اللي فاتت؟ هل في زبيب متبقي منك من السنه اللي فاتت؟ هل في اللي هو قرص تين متبقي منك من السنه اللي فاتت؟ هتلاقيكي برضو كل سنه بيتبقى منك شويه حاجات. هنا بقى محتاجه ترتبي الدنيا. انا مثلا بيفيد مني تين، انا السنه دي مش هجيب تين كده. مش مساله جبروت وجوزي ملزم يجيب يميش رمضان وملزم يجيب لي عين جمل ويجيب لي لوز. لا مش ملزم، ده القلب على القلب رحمه، ده المصلحه واحده. اما اوفر من يميش رمضان هيتبقى فلوس لعيال اجيب للبنت ترنج يوم الوقفه. لكن ما يبقاش بقى يعني ايه ذبح، يجيب اليميش ويجيب الكحك ويجيب الهدوم ويجيب لبس الوقفه ويجيب لي الحفظه اللي نفسي فيها. لا يا جماعه، لا يا جماعه. وشهر رمضان بقى تلاقيه ايه؟ مليان خناقات. لازم كل بيت كده تمر عليه خناقه، يعني بنت لذينه، على الكحك، على الهدوم، على اليميش. ما انا احاول بقى، انا الخبره بقى خليني ايه؟ اتخطى المواضيع دي. اقعد بقى مع نفسي. المكسرات تلغيها من القائمه بتاعتك خالص. عين جمل، لوز، بندق، الغيهم. انا نفسي بقالي كام رمضان بعمل كده لان الحاجه حرام حرام. وبقيت اجيب ايه؟ بقيت اجيب سوداني من عند المقله. ما بجيبش السوداني الابيض ده، بروح المقله اجيب السوداني الحلو مش الحادق وادقه كده بايدي الهون كده في كيس واخليه ايه؟ زي البندق كده، يبقى خشن شويه. والله العظيم بيقوم بالواجب. المهم انا عندي لسه كنت بقول لجوزي النهارده انا بالنسبه لي مهم الزبيب عشان احطه على ايه؟ وش قمر الدين، وجوز الهند عشان جوز الهند والزبيب بحشي بيهم القطايف، والسوداني عشان برضو احشي بيهم القطايف. اصبح دول اساسيات حاجه عندي. والبلح بيقول لي هتجيبي بلح قد ايه؟ قلت له كيلو ونص. مش هجيب الا كيلو ونص بلح. انا السنه اللي فاتت معرفش جبت 3 كيلو وما خلصوش، حرام، وبعتهم المسجد. لا انا كيلو ونص بس اللي هجيبه له على قدي انا. ولادي بقى بيحبوا الصوبيا، انت بتحب هتعصر برتقان هتشرب تمر معاهم انت حر. لكن انا هجيب على قدي كيلو ونص. اتبقى برضو نص كيلو ولا حاجه اروح بعتها المسجد على يوم 25 رمضان. اصبح انا عماله بنلم عشان كلها دايره واحده. اللي هيفيض من هنا هيدخل في البيت برضه. بدل البندق والعين الجمل واللوز انزل اجيب لي 5 كيلو رز احطهم في البيت. اشتري لي ازازتين زيت. انا الحاجات دي عندي اهم بصراحه، اهم من اللوز وعين الجمل، اهم من القراصيه والمشمشيه. انا ما اتولدتش لقيت في بيتنا قراصيه ومشمشيه، بيت ابويا وامي. لا حرام، الكذب حرام. حاجات كده انا لسه عارفاها من بعد ما اتجوزت. مثلا اساسياتنا عند بابا وماما كان قمر الدين، البلح، الزبيب، جوز الهند. كان زينا زي بيوت ناس كتير بقى فتره الثمانينات والتسعينات، كان بيوتنا كلها كده. اصبح دلوقتي حضرتك لو تقدري تستغني عن القراصيه والمشمشيه اعملي كده. لكن انا شايفه قراصيه ومشمشيه ما لهمش لازمه. هم شويه البلح لو هيتبلوا في لبن ولا في ميه ويترش على وشهم شويه زبيب هيبقوا زي السكر. والله العظيم البلحيه بتبقى عسل. والبتاع السودا القراصيه دي دمها يلطش. والله العظيم ببلها في البلح العيال يطلعوها يرموها. دمها يلطش ودمها تقيل وتفضل قاعده في كده في الكوبايه وتنفش وتكبر وما تتاكلش وتترمي. لا قمر الدين طبعا انا من عشاق قمر الدين، بحب اعمله عصير قوي، بحب اعمله قمر الدين. بالنسبه لي برضو من مظاهر رمضان الاولويه. لكن برضو هجيب على قد. هعتبر مثلا ان انا بعمل لفه قمر الدين في الاسبوع ممكن اجيب 4 لفات على قد ال4 اسابيع. مثلا حضرتك مفيش غيرك بيحب العرقسوس في البيت، ما اروحش اشتري ربع كيلو عرقسوس، شنطه قد كده ربع كيلو عرقسوس وانا لوحدي بشربه وفي الاخر هيترمي. العيال ما بيشربوش، الراجل ما بيحبوش. اعمل انا ايه؟ ما اشتريش عرقسوس. لما نفسك تهفك على عرقسوس روحي هاتيه من الراجل، كيس ب5 جنيه ولا ب10 جنيه واشربي من نفسك وانتهى الموضوع. حضرتك مثلا في البيت انت وجوزك وولادك مالكيش في البلح الناشف، ما بتحبوهوش، اشتري علبه بلح طري اللي هي بتبقى مكيسه كده وشكلها حلو. اشتري لي علبه، اجيب كيلو بلح من الطري، 5-6 حبات بلح نكسر بس صيامنا عليه. وبلاش اصلا بلح ناشف لو محدش بيحبه في البيت. بالنسبه للمشروبات اللي احنا بنشربها على الفطار حاولي طول الشهر اعملي حاجات فريش. طبعا هتلاقي البرتقال البلدي والبرتقال السكري، نعصر ونشرب برتقال. يبقى انا في النقطه اللي جايه دي برضو لذيذه قوي. في رجاله بتحب كده تريح دماغها، تقول لمراتها ايه؟ خدي يا ستي ال1000 جنيه دي وانزلي مع نفسك هاتي اليميش اللي انت عايزاه. هنا بقى دي فرصتك الذهبيه، وللأمانة هتاخدي منه الفلوس وفعلا هتنزلي تشتري يميش. بس لحظة قبل ما تشتري اليميش اسمعي مني الكلمة دي. حاولي قللي كميات بحيث ايه؟ توفري لك من ال1000 جنيه 200 جنيه
اول ما يديك ال1000 جنيه روحي مجنبه 300 جنيه على جنب. 300 جنيه دول انا هجيب بيهم خزين في بيتي، هجيب مكرونه، هجيب رز، هجيب ازاز زيت، هجيب ازاز خل، هجيب كيس شعريه، اجيب 2 كيلو بصل، اجيب 2 كيلو بطاطس، اجيب كيلو جبنه قريش. المهم الفلوس دي يا تاخديها لنفس حضرتك وتشوفي مثلا انت محتاجه تجيبي لابنك ترنج في العيد، محتاجه بنوتك تجيبي لها بنطلون جينز عاجبها، محتاجه حضرتك تجيبي حافظه فتكملي على 300 جنيه وتجيبي حاجه لنفسك. كيفي نفسك بيهم باليميش. شوفي انت بتحبي ايه اكتر، وفي حاجات انت مالكيش تقول عليها لا انت ولا عيالك، فكتري من الحاجات اللي بتحبيها، قللي من الحاجات اللي احنا بتبور عندنا. طب حضرتك هتقولي لي انا يا ست سومه مش لازمني حاجه خالص في البيت، عندي خزيني، عندي دنيتي، جايبه لبس العيد للعيال وجايبه البيجامات قبل رمضان، وال300 جنيه دول انا هاخدهم ما بعزقهم فاشتري بيهم يميش احسن. هقول لك هنا بعد اذنك اسمعيني بس كلمه صغيره بس، ولو ما عجبتكيش ما تعمليهاش. اتبقى معاكي 300 جنيه صح، ممكن تعملي بيهم اطعام يبقى في ميزان حسناتك. ادور كده على المحلات اللي حواليا حد بيعمل وجبه ب 30 جنيه وانا معايا 300 جنيه، 10 وجبات في ميزان حسنات، واوفر برضه في اليميش مقابل ان انا اعمل افطار. ده جوزك هيفرح جدا. اما تقولي له انا كلفت نفسي ب 700 جنيه واتبقى 300 جنيه وجبت بيهم افطار 10 وجبات، والله العظيم هيفرح بيكي جدا فعلا، وخدتي الثواب وفي نفس الوقت جبتي اليميش بتاعتك وجبتي الدنيا بتاعتك. ايه رايك بقى في الفكره دي؟ التنظيف بقى يا جماعه، التنظيف اللي بيبدا اخر 10 ايام في رمضان، 10 ايام الاواخر من رمضان اللي هم خلاصه شهر رمضان كله. انا بقى ببقى مشمره وعماله امسح وبتنطط على السلم بغسل حيطان، ويضيع عليا ال10 ايام اللي فيهم خلاصه العباده عشان ربنا يكرمنا بليله القدر. لا ده انا قاعده بقى اروق في الدولاب بتاعي وامسح تحت السراير وامسح فوق الدولاب واغسل في الستاير، ويضيع على حضرتك قيام الليل، ويضيع على حضرتك صلاة التراويح، ويضيع على حضرتك المصحف والقراية في المصحف، ويدخل علينا العيد نايمين على السراير سطيحة مش قادرين نحرك لا ايد ولا رجل. ما احنا كنا في مهمة انتحارية، وكأن احنا ما بننضفش طول السنة، وكأن الشقة هتفضل زي ما هي متنضفة. ده اول يوم العيد يا مؤمنة الشقة بتتقلب كلها على بعضيها وما تعرفي اتقلبت ازاي. بس برضو مش معنى كلامي كده ما بقولكيش روقي وامسحي، لا، بس المفروض انا بخدم على نفسي من شهر شعبان، كل يوم بعمل حاجه بحيث اما يجي اخر 10 ايام من رمضان اكون انا عليا شغل بسيط قوي، اللي هو محتاجه بعد ما اصلي التراويح اجي بس اخطف كام شغلانه كده الدنيا معايا اترتبت وقادره اقوم قيام الليل. لو سمحتي حاولي غيري خطتك قبل رمضان. قبل رمضان اغسلي ستايرك، قبل رمضان شيلي مشاياتك وسجادك ابعتيلي المغسله او انت اغسليه. قبل رمضان نضفي مطبخك واغسلي الشفاط بتاعك وروقي المطبخ من تحت وحطي مفارش زي الفل، او يا ستي سيبي مفارش المطبخ لقبل العيد بس ابقى منضفاه ومغسله السيراميك ومنضفه حمامي ودنيتي كلها زي الفل، يا دوبك بس تلميعه بسيطه الدنيا هتبقى زي القشطه، وما ضيعش على نفسي العباده وقيام الليل والقران في ال10 الاواخر من رمضان. وربنا ما يقطع لنا عاده يا رب العالمين، بس نتعامل مع العاده دي بعقل. وبس كده، ده كان موضوعي النهارده. اتمنى بجد الكلام اللي من القلب يكون وصل للقلب واستفدتوا منه حقيقي. واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.